ازيكم عاملين ايه؟ مساء الفل عليكم، مساء الورد، مساء الياسمين، مساء المحبة، مساء كل حاجة حلوة عليكم يا رب. اول حاجة كده نحط اللايك يا جماعة، نحط اللايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس ونختار كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم. روتين خفيف النهاردة وفيديو كده صغير يا رب يعجبكم. هنا اول حاجة انا دخلت على المطبخ النهاردة، هعمل اكل خفيف مش دسم، مش حاجة دسمة او حاجة مسبكة أو لا، عملت كده اكل خفيف في السريع، ومنه الاكل اللي جوزي بيحبه عملته له قبل سفره بيوم. قلت اعمل له الاكل اللي هو بيحبه، مع ان يعني اليوم ده ايوه وقفت في المطبخ بس مش زي كل يوم اللي هو ببقى واقفه بعمل الاكل مثلا فرحانه مبسوطه، لا. اليوم ده كان صعب عليا جدا، واي ست جوزها بيسافر او جوزها مغترب هتفهم معنى الكلام اللي انا بقوله، اللي هو قبل السفر كده وبعد السفر كمان بيكون النفسيه مش اللي هي، او بتبقى الواحده زعلانه طبعا. الحمد لله الايام عدت على خير وربنا يرجعهم لينا بالسلامه يا رب. اي واحده جوزها مغترب ربنا يرجعه لها بالسلامه يا رب. هنا انا كنت محوشه كميه كبد وقوانص من الفراخ وكده، فقلت اعصجها بدل اللحمه المفرومه، برضو بتدي نفس النتيجه وبتبقى حلوه جدا. فهنا انا قطعت الكبد والقوانص ونزلت، حطيت الاول البصله. طبعا انا من مدرسه ان انا بحب اعمل البصله الاول، يعني بحب اشوح البصله الاول بديها لون خفيف كده، واروح نازله عليها بالكبد والقوانص المتقطعه، او لو عندي لحمه مفرومه. وهنا انا مجهزه برضو، كنت مجهزه معانا كده طماطمايه برضو خفيفه احطها في العصاج و... وفلفل اخضر، وبقى التوابل بتاعتك زي ما انت تحبي توابل. انا من النوع اللي ما بكترش في التوابل عشان ما يغيرش من طعم الاكل الاساسي. هنا انا جهزت رز الحمام، طبعا رز الحشو كده جهزته مع نفسي عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده. انا عارفاكم ان انتوا كلكم شاطرين وما شاء الله، انا بس بشجعكم او بديكوا فكرة او روتين، فانا عارفة ان كله بيعمل الاكل ده وشاطر فيه، مش محتاجة يعني تعليم. فانا جهزت رز الكبس الحشو مع نفسي يعني. فاهو حشيت الحمام خلاص وحشيت الفرخة البلدي وجهزته وكله تمام، وهركنهم بقى على جنب وهدخل على الاكله اللي بعد كده. هنا هي اللحمه الكبد والقوانص كانت خلاص اتعصجت وتمام وزي ما انتوا شايفين هي الكاميرا اللي ظلموها، يعني هو كان شكله افتح من كده. وهقعد بقى اعمل له صينيه اللي هو بيحبها، مش محتاجه ان انا اقولها، هي واضحه قدامكم اهي. دي جوزي بيعشقها كده، بيحبها كتير جدا عن المكرونه البشاميل، يعني هو بيفضلها عن البشاميل. انا بفضل البشاميل اكتر، لا هو بيفضل دي اكتر. هنا بقى انا حبيت اغير عن الطريقه الاولانيه اللي هي بنرصها في الصينيه ونقطعها كده مربعات، لا قلت المره دي الفها رول كده، الف الجلاش رول ودي يعني شكل مختلف شويه عن التقليد اللي احنا بنعمله اللي هو بيبقى مربعات اللي انا برصه كده مفرود. لا قلت المره دي الف رول بحيث يبقى شكل مختلف، ويعني يبقى شكله حلو ومنظره حلو. فقلت اغير بقى المره دي واعمله رول كده. هنا هو بدهنه بسمنة وهدخله الفرن. انا كل حاجة عملتها في المطبخ طبعا وانا واقفة جهزتها، بس حشيت بقى وجهزت ولفيت الجلاش وكل حاجة وانا قاعدة كده، حطيت الصينية والمفرش وانا قاعدة بحيث ان انا بتعب من الوقفة عشان خاطر الحمل وكده. فقلت اعمل كل حاجة وانا يعني وانا قاعدة مكاني كده على الارض. هنا بقى دي المواعين اللي انا استخدمتها هغسلها كلها، وانا برضو حاطه الاكل جنبي على البوتاجاز. فهنا نضفت شايفين خليت الحوض فل اهو، غسلت كل المواعين اللي انا استخدمتها كده بحيث تبقي رايقه، يعني تبقى حتى الاكل ومنه غسلتي اي مواعين انتي استخدمتيها غسلتيها وهو حطيتها جنبيها تتصفى، بعد ما تتصفى ارجعها في المطبخ مكانها. وهنا اهو شايفين حطيت الحمام ده يتسلق والفرخه وكل حاجه حطيتها تتسلق، ودخلت كمان صينيه الجلاش الفرن. هنا اهو طلعته، هتدخله الفرن بقى ياخد وش تحمير. والجلاش برضو كان تقريبا اتحمر معانا، هوريهولكوا دلوقتي اهو بعد ما خلصته وطلع. شايفين شكله جميل والله جدا والطعم كان تحفة، وهي الكاميرا ظلماه يعني ما قدرتش اصور اكتر من كده معاكم. هنا اخر لحظة واصعب لحظة كانت، يعني كانت عليا يعني اصعب لحظة يا جماعة، مش محتاجة اي كلام تاني. هنا خلاص بقى كان جوزي جهز الشنط بتاعته وكان بقى خلاص ناوي على الرحيل. ف ربنا يرجعه لينا بالسلامة يا رب ويحفظه لنا. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك يا